بصي بقى هنقطع البانيه طري ازاي وجوزي من جوه كده ولونه عامل ازاي، البصل بقى مكرمل معاها، طعمه تحفه هيعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اكله حلوه، لا هنقلي البانيه ولا هنحمره ولا كنتاكي ولا اي حاجه. هوريكم طريقه حلوه قوي وجميله هتعجبكم قوي. دلوقتي ده نص كيلو بانيه غسلته بالخل والملح وشويه دقيق وبقى زي الفل وصفيته. هنحط له ايه بقى؟ التوابل معانا ايه بقى؟ توم باودر وبصل باودر، نص معلقه ونص معلقه، معلقه كركم، معلقه كاري، ملح، فلفل اسود، شويه زعتر. هي دي بس التوابل اللي هنستخدمها. هنحطها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هندعكها مع بعضين كده كويس نسيبها بقى ساعه نص ساعه على حسب ايه ما احنا عايزين. يعني انت ممكن تتبليها على الوقت اللي انت عايزاه فيه، هي بتشرب على طول التتبيله كده، كله يخش جوه بعضه والتتبيله تخش فيه. تمام، هنسيبه نص ساعه كده يتبل مع التتبيله الحلوه دي ونرجع تاني. رجعنا تاني. معانا ماء بعد نص ساعه، ملح ومعلقه ونص كاري ومعلقه كركم. انا هكتب المقادير بالظبط. والزبيب، شويه زبيب حلوين كده. الزيت سخن والسمنه هننزل فيهم بسرعه. هنعمل شويه رز بسمتي حلوين، هنعمل 3 كوبايات رز. هنحط في الكاتل 6 كوبايات ميه. اول ما تلاقي معاك الزبيب اللي انت شفتيه كده تروح نازله على طول بالرز، تديهم تقليبه كده وتشويحه مع تحميصه كده ايه للتوابل. تمام، ده 3 كوبايات رز بسمتي عليهم 6 كوبايات ميه. مقدار الرز بتاع البسمتي اكتر من ايه، من الرز بتاعنا العادي. تمام، بسم الله. ظبطنا مقدار الميه وظبطنا الملح وكله كده تمام. هنسيبه بقى على النار ونغطيه ونيجي للمرحله التانية. دلوقتي في الصينيه دي انا حطيت سمنه وزيت وسبتهم سخنوا جامد قوي. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالبانيه اللي احنا تبلناه وسبناه نص ساعه، بس عايزين ايه نبعد شويه عن النار عشان خاطر ايه السمنه والزيت ما يطرطشوش. احنا عايزين ايه؟ ندي صدمه للبانيه بحيث ان هو يتحمر ويبقى لسه عايز شويه سوا تاني، واقول لكم هنكمل ازاي. احنا عايزينه ياخد ايه، تشويحه من غير ما يستوي عشان يبقى جوسي كده وطعمه حلو من جوه. تمام كده، انتوا شفتوا الصينيه دي فيها ايه؟ هوريكم بقى الطاسه دي كده فيها ايه. حطينا برده فيها زيت، جبت بصلتين كبار وقطعتهم جوانح. تمام، حطيت لهم ملح وفلفل، سخنت الطاسه جامد، نزلت ايه بالبصلتين. البانيه اتحمر، اقلبه الناحيه التانيه وايه ونقلب البصل. الاكله دي هتعجبكم جدا وهتبطلوا تعملوا البانيه مقلي خالص. احنا كده زي ما بيقولوا ادينا له صدمه للبانيه. بصي ولونه عامل ازاي، هيعجبك جدا وطعمه حلو جدا. جبنا على الناحيه التانيه البانيه واتحمر وبقى شكله تحفه، وشوحنا البصل بقى مكرمل ازاي ولونه حلو قوي. هنطبق بقى دلوقتي الطبق بتاعنا. هنعمل ايه؟ الاول هنوطي النار شويه وبعد كده هننزل بالبصل نوزعه. تمام، نوزعه كده على الصينيه. والرز كده يعتبر شرب 3/4 الميه اللي احنا حاطينها له. تمام، هنفضيها بالراحه في الصينيه وهوريكم هنكمل ازاي. كده تمام، هنظبطه بقى كده ونحاول نسوي الصينيه ونوطش عليه خالص. هو كده الرز 3/4 سوا، وكده البانيه هيستوي كويس قوي مع سوا الرز.
واهم حاجه تخلي بالكم من الملح، احنا حطينا ملح في البصل، حطينا ملح في البانيه. ظبطي الملح كويس بحيث ان هو ما يبقاش حادق قوي. نغطيه كويس ونسيبه على عين ايه هاديه لمده نص ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. البانيه واخد لون يجنن. تمام. الرز مفلفل ازاي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز مع الزبيب حاجه تجنن. بص بقى هنقطع البانيه طري ازاي وجوزي من جوه كده ولونه عامل ازاي. البصل بقى مكرمل معاها، طعمه تحفه هيعجبكم جدا والله يا خطير، لازم تجربوها بجد، جميله جدا.